النادي الاهلي خد قرار ان هو ما يكمل باقي الدوري، كان خلاص الدوري يعتبر منتهي وخسرنا الدوري السنه اللي فاتت، فكان النادي الاهلي واخد قرار مهم جدا ان هو ما يكملش باللعيبه الكبار باقي الدوري، ويديهم فرصه للراحه ويديهم فرصه للاستجمام ويديهم فرصه ان هم يبعدوا شويه عن الملعب، يبعدوا عن ضغط الجماهير. وخلاص سنه يعني كانت وحشه على النادي الاهلي ولكن عدت بحلوها ومرها، وتشبث مجلس اداره النادي الاهلي بالقرار ده، وكان القرار ده مهم جدا جدا جدا. تاني قرار خده النادي الاهلي ان هو يعتذر عن كاس الرابطه. برضه عايز يريح لعيبته علشان يركزوا في الدوري الممتاز، يركزوا في دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي عنده ماتشات كبيره وماتشات مهمه جدا، فاحنا جايين. وبحيي الكابتن سيف زاهر على كلامه على مجلس اداره النادي الاهلي ان ده مجلس فعلا كروي بياخد قرارات مهمه للكوره. النادي الاهلي السنه دي بفضل الله سبحانه وتعالى في كل اللعبات حاصد بطولات بفضل الله سبحانه وتعالى.